الخطى التي يخطوها إلى أداء فريضة الله، وكذلك الخطى في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوات يخطوها المرء إلى أداء فريضة الله، وخطوات يقضيها المرء في سبيل الله، وهي تسمى آثار. أفضل الأشياء يا إخوان هذا الأثر الذي يبقى للإنسان، الأثر الذي يمشيه الإنسان إلى بيوت الله عز وجل وإلى الجهاد في سبيل الله. والصلاة إخواني الكرام هي الذي وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها في كل حياته. يعني عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا كان يوصي الناس بالصلاة ويقول: عليكم بالجماعة فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. كان يرغب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه المرء في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. كان يقول: كذاك الصلوات ال5 يمحو الله عز وجل بهن الخطايا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوعظ الناس ويقول لهم: الصلوات ال5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعلى فراش الموت، النبي عليه الصلاة والسلام هو على فراش الموت في آخر لحظات حياته كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. والنبي عليه الصلاة والسلام إخواني الكرام يحذر الناس، قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة أولها نقضا الحكم، فإذا نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها حتى ما يبقى بين الناس إلا الصلاة. وهذه اللي بقي الآن إخواني الكرام، لو أداها الإنسان بحق هي اللي بتنور طريقه، هي اللي بتريح قلبه، هي اللي بتطمئن قلب الإنسان. لذلك الصلاة إخواني الكرام النبي صلى الله عليه وسلم قال: عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وأقصد من كلامي إخواني الكرام أن يهتم الإنسان بالصلاة ويجعلها في مقدمة حياته، يجعل الصلاة في مقدمة حياته، يجعل الصلاة إخواني الكرام هي التي تقوده في باقي أعماله. إذا ما كان عنده مواعيد يحدد على ضوء الصلوات، يحدد ميعاد بعد الصلاة أو قبل الصلاة، لكن يراعي الإنسان أن هناك أوقات الله سبحانه وتعالى إخواني الكرام قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الكتاب الموقوت أي في وقت معين، عندما يدخل الوقت هو أفضل الأوقات. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. الصلاة لوقت. الحديث طويل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، ثم أي؟ قال: الصلاة لوقتها، ثم أي؟ وهكذا. لذلك الصلاة في وقتها يا إخواني الكرام هي أفضل أنواع الصلاة، لأن الإنسان الأجر يا إخواني على قدر همة الإنسان. هل يستوي إنسان يا إخواني يفكر في الصلاة قبلها ب3 ساعات ويتوضأ في بيته ويخطو خطوات إلى المسجد ثم يأتي إلى المسجد فيستريح يصلي تحية المسجد ويصلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم يسمع المؤذن فيلبي، كلما يقول المؤذن الله أكبر يجيبه، وبعد أن ينتهي إخواني الكرام يسأل الله سبحانه وتعالى للنبي الوسيلة، في منزلة رفيعة في الجنة لا ينبغي أن تكون لعبد من عباد الله إلا رسول الله. فمن سأل الله عز وجل لسيدنا محمد الوسيلة وجبت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يصلي باطمئنان وراء الإمام، وبعد ذلك يختم الصلاة ويصلي السنة ويعود. هل يستوى هذا
مع إنسان يا إخواني مخلي الصلاة كده على الرف، لما يكون عنده وقت أصلي، لما أروح بعد العمل أصلي، وبعدين لما أذهب إلى البيت لما يعمل الأكل، وبعدين لما يأكل، بعدين لما يشوف الأخبار، وبعدين ربما ينعس ما يصليش. الشيطان يستدرج الإنسان يا إخواني الكرام. لذلك رب العالمين قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قبلها مباشرة يا إخواني جاءت الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر يحذر ربه، يحذر الخوف من الله، يخاف من الله سبحانه وتعالى. هل يستوي هو ومن ينام الليل؟ هل يا إخوان واحد قائم الليل يصلي لله رب العالمين يقرأ القرآن، هل يستوي هو إنسان لا يصلي ولا ينتبه لقيام ليل ولا ينتبه لفريضة ولا ينتبه لهذه الأشياء؟ لذلك يا إخواني الكرام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم. والإنسان لو حافظ على صلاته يعلم أن ظاهرة الإيمان عنده طيب الحمد لله. أما إذا تقاعس عن الصلاة فيعلم إخواني الكرام أن الإيمان عنده صغير، الإيمان ضعيف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لسيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال. وكان يقول للصحابة: تعالوا بنا نؤمن ساعة. يعني يجدد الإيمان، لأن الإيمان يفتر. الإيمان يا إخواني الكرام يقدم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يبلى في قلب أحدكم كما يبلى الثوب فجددوا إيمانكم. نجدد الإيمان يا إخواني الكرام بالمحافظة على الصلوات. الإنسان بيختبر ترمومتر الإيمان بمحافظته على الصلاة. لو أن الإنسان محافظ على الصلوات الخمس في جماعة مبسوط مرتاح. لو أنه بدأ يتقاعس يعني مرة الإيمان نزل. لو أن الإنسان يا إخواني الكرام بدأ يترك المسجد، نسأل الله العفو والعافية، يبقى عليه السلام. لذلك يا إخواني الكرام اجعلوا الصلاة في مقدمة حياتكم، فالصلاة هي فريضة الله سبحانه وتعالى يا إخواني الكرام التي فرضها الله في السماء. يعني يقول أهل العلم: فرائض الإسلام كلها فرضت في الأرض. الزكاة، الحج، الصيام، كله كان ينزل جبريل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فريضة الصلاة نظرا لأهمية الصلاة ومكانة الصلاة وعروج المرء إلى الله 5 صلوات، الله سبحانه وتعالى إخواني فرض هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج في السماء السابعة. تعرفون يا إخواني هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة ذهب إلى القدس في رحلة الإسراء، ثم عرج به جبريل عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء السابعة. وتعرفون في كل سماء كان يستقبله نبي ويشيع من كل سماء مقربوها إلى السماء السابعة. وعندئذ فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فرضت عليه 50 صلاة. ولما نزل السماء السادسة عند سيدنا موسى قال له: يا موسى ماذا فرض عليك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. قال: اذهب إلى ربك سله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فصعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله التخفيف فحط عنه 5. فنزل مرة ثانية سأله موسى عليه السلام قال له: ماذا فعلت يا محمد؟ قال: حط عني 5. قال له: يا محمد ارجع إلى ربك سله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. ظل يصعد إلى رب العالمين وينزل على سيدنا موسى حتى صارت 5 صلوات. و5 صلوات سيدنا موسى قال: اصعد إلى ربك سله التخفيف فإن أمتي، أي أمة سيدنا موسى، فرضت عليها هذه الصلاة فما أطاقتها، فاصعد إلى ربك سله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال: والله إني استحيت من ربي. 10 مرات رايح جاي حط عني 5 صاروا 5 صلوات. أنا والله أستحي من ربي. فعندئذ رب العالمين يا إخواني الكرام أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قال: يا محمد هن 5 في العمل و50 في الأجر والثواب، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فأنت يا أخويا الكريم عندما تصلي 5 صلوات كانت 50 صلاة، 5 صلوات الله خفف عنا 5 صلوات تصير 50 صلاة لو أنك أحسنت هذه الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام إخواني قال: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة
الصلاة. إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. يعني أول شيء ينظر للصلاة، إن كانت الصلاة صالحة وناجحة ينظر للزكاة، للحج، للصيام. أما إذا ما كانت الصلاة إخواني الكرام غير مقبولة نسأل الله، أو لم يؤديها مهما عمل من الخير لا ينصر الله إليه. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. فلذلك يا إخوان نهتم بالصلاة ونعظم ما عظم الله. أهل العلم يقول لابد أن الإنسان يعظم ما عظمه الله. الله عظم هذه الفريضة وفرضها في السماء، فقالوا نظرا لمكانة الصلاة، لأن الصلاة يتردد عليها الإنسان 5 مرات وتعرج إلى الله سبحانه وتعالى كل يوم. لذلك يا إخواني الكرام هناك ملائكة معا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعدون الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم ربهم عن عباده كيف وجدتم عبادي وكيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم. يقولون الملائكة وجدناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قالوا ينزلون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. لذلك يا إخواني الكرام الصلاة من أفضل الأعمال التي يتقدم بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. والصلاة يا إخواني الكرام هي النور الذي ينور حياة الإنسان. والله عندما يقوم الإنسان يا إخواني الكرام يجد نفسه كده حالته حاله. عندما يتوضأ ويصلي ركعتين يكون سبحانه ارتاح. عندما الإنسان يا إخواني يأتيه الهم والغم والحزن ويصلي الصلاة يرتاح. فعلا يا إخواني الكرام راحة البدن وراحة القلب واطمئنان القلب وقرة العين ونظافة للإنسان من الأدران ونظافة للإنسان من الذنوب والسيئات. سنما توضأ يا إخواني كل شيء نظيف ما شاء الله. ثم بعد ذلك تحط الخطايا إخواني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نهتم بهذه الصلاة ونعظم ما عظمه الله، ونحاول يا إخوان نحافظ على الصلوات في المسجد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المصلين وممن يحافظون على الصلاة في جماعة، ونسأل الله أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا ولا مقتلا عليه في الرزق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، واجعلنا من المقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وانصر من نصر الدين واشف أبناء المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم أموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في سوريا وعن كل المسلمين يا رب العالمين، وفي المينمار وفي البرما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا.